ايه اللي ممكن يخلي الشعر يطلع معاكي باللمعة دي والطريان ده، وانه يكون فلافي كده، مش ملزق، مش مزيت في بعضه، مش ماسك في بعضه، تحس ان هو اصلا مش معمول مادة فرد، تحسيه طبيعي. تعالوا نشوف مع بعض احنا عملنا ايه بالظبط. هقول لكم الطريقة من اولها لاخرها. السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده معانا الشعر ده زي ما انتم شايفين. الشعر ده رابع مرة عندي. حتى اخر مرة كنا عاملين القصة بس من قدام، فهي يعني باينة، بس باينة من قدام طبعا. الشعر ده يا بنات هشتغل له كافيار، بس هي المادة اسمها كافيار، مش بروتين خالص. المادة لونها اخضر، المادة خفيفة لطيفة، فيها مكونات كويسة قوي، فيتامينات، فيها سيراميد. آه، مادة كويسة قوي قوي كعلاج للشعراية، وكعلاج للتكسير بتاعت الشعراية، الهيشان، كل الحاجات دي بترجع للشعراية صحتها، وبتفرد طبعا الشعراية فرد 100%. يعني نتيجتها حلوة قوي قوي، وانت شوفتوا في اول الفيديو. طبعا هبتدي اوزع المادة. انا اشتغلت بيه لوحده بدون اي اضافات، حسيت ان هو مش محتاج اي حاجة معاه. المادة خفيفة، هو بلسمك شوية. طبعا العميلة عندها تساقط، مش مني خالص، مش لان هي عامله عندي 3 4 مرات قبل دي رابع مره. ف تقريبا في نسبه انيميا فمخليه الشعر يقع، فده مش مني خالص، وهي عارفه كده كويس. بالعكس، جال المره دي الشعر طويل عن المره اللي فاتت، الشعر كويس جدا. هو بس نسبه التساقط دي لو ظبطت الانيميا هتلاقي كل ده راح. توزيع الماده يا بنات، طبعا الشعر مغسول كويس قوي قوي، هي بقى لها 10 ايام بتغسل شعرها كويس بشامبو كلير للرجال الازرق، فبالتالي شعرها نظيف جدا جدا. تمام. حتى يبقى الشعر باين قدامكم اهو ان هو بيلمع. التوزيع زي ما انتم شايفين يا بنات، ما تدوش الشعريه ازيد من حقها وما تدوهاش اقل من حقها، اللي هو ما تهدروش ماده، وفي نفس الوقت ما تدوهاش اقل من حقها فما تتفردش معاكم. التوزيع زي ما انتم شايفين يا بنات، انا بحط على الشعرايه من الجذور بس، ببعد عن الجذور نص سنتي، وببتدي اطلع على الاطراف بالشعرايه تدليك وماده مع بعض. الماده كويسه جدا، بتشرب كويس قوي قوي في الشعر، بتسرحوا كده بالمشط بحيث ان انتوا توصلوا المادة لكل الشعر اللي انتوا اخدتوه معاكم. المبتدئين طبعا لازم تاخدوا بالكم قوي من التوزيع، لان التوزيع مهم جدا. انا اسفه طبعا على صوتي، لان انتوا عارفين ان انا عامله عمليه وتعبانه، وبقالي كتير قوي ما نزلت الشغل، بس انا خلاص اضطريت ان انا انزل الشغل ده. هي المفروض اصلا ان هي كانت مسافره، فانا كان لازم اعمل لها شعرها، فالحمد لله ربنا قدرني ووقفت وعملته لها. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، التوزيع ما بديش الشعرايه ازيد من حملها من حقها واقل من حقها. يعني انا الشعرايه بتبقى اتبلت في ايدك خلاص، تحس ان هي هدت قوي، فخلاص كده الشعرايه اتشربت. هنا كنت خلصت توزيع الماده. زي ما انتوا شايفين الماده كويسه قوي مع الشعرايه، حاسه ان هي فرقت قوي مع الشعرايه من غير مكوي اصلا، وانا استخدم مكوى. سيب الشعر ده ساعه ونص، هبتدي اخد العميله بعد الساعه ونص اشطف لها شعرها. الشطف اهو يا بنات قدامكم، عشان البنات اللي بتسأل على الشطف. الشطف اهو زي ما انتم شايفين كده، انا بشطف نص شطفة او احيانا 3/4 شطفة، زي ما تحبي. ممكن عشان انتي لو انتي بتخافي ممكن تستخدمي كوباية تكون مساحتها مثلا نص لتر او لتر، وتشطفي بيها لو انتي بتخافي تشغلي الحنفية. فانا طبعا عشان متعودة الحمد لله، فانا عارفة انا بعمل ايه وبشطف ايه وكده. فالشطف زي ما انتم شايفين، هبتدي اخد العميلة وانشف لها باستشوار هوا سخن عادي جدا. هو الاستشوار ده مش سخن قوي زي ما انتم متخيلين، لا هو سخونيته كويسة، ما بتلسعش يعني. ابتدي انشف الشعراية. هنا بعد الغسيل يا بنات، بعد الشطف لازم بنشف باستشوار هوا سخن. ابعدي الاستشوار، ما تقربوهوش في النهاية. لما خلاص انت قربتي ان الشعر بدأ ينشف معاكي، ما تقربيش الاستشوار من الشعراية عشان المادة ما تتبخرش. لكن هو مبلول كده عادي جدا ان انت تقربي الاستشوار من الشعراية، مش هيحصل حاجة، هو هينشف الشعراية بس، لان الشعراية عليها مادة، والمادة انت شطفتيها بمية، فبالتالي الشعراية ملزقة وفيها مادة كتير، فمحتاجة ان هي تتنشف كويس. هنا كنت نشفت الشعر خلاص 100% اهو، زي ما انتم شايفين كأننا لسه هنبدأ فيه. الكبسة يا بنات باخد خصلات زي ما انتم شايفين كده. المكوة اللي في ايدي دي ليما جلامور، العشق بتاعي.
حتى خليت بنات كتير جدا تشتغل بيها. مكوة عريضة تنجز معاكي في الوقت، ما بتبردش. سيراميك، يعني لما المادة بتيجي عليها بنمسحها بفوطة بعد الجلسة، خلاص بتبقى زي الفل، مبتتوسخش خالص. ما بتقفش عليها، ما بتتجرحش، ما شاء الله عليها. يعني مكوة كويسة جدا. انتوا لو تلاحظوا انا خدت هنا حوالي 4-5 كبسات بالظبط. الشعر مش محتاج اكتر من كده، لان الشعر ده مش بيور. الشعر ده معمول حوالي 5 مرات، 4 منهم عندي. والشعر بيقبل معايا المكوة بسرعة جدا. انا شغالة هنا بالمكوة على اعلى درجة 480. انتوا بتشتغلوا مثلا بمكوة عندكم واشتغلتوا بمكوة على اعلى درجة، شوفوا المكوة معاكم عاملة ازاي. درجة الحرارة علوها خالص اول درجة. لو لقيتوا الشعراية بيغير لونها من اول كبسة، لا قللوا الشعراية شوية. لو حسيتوا ان الشعراية بيتغير لونها من تاني كبسة، لا خلاص اشتغلي بالمكوة كده على اعلى درجة. طبعا لازم تكبسي كويس وما تخافيش من درجة حرارة المكوة، ما تخافيش، الشعراية مش هتتحرق خالص. بس انتي لاحظي تغيير لون الشعراية معاكي، وما تكبسيش اكتر من اللازم. طالما لون الشعراية اتغير معاكي خلاص اكبسي كبسة والتانية تأكيدا على الفرد، وخلاص على كده. مش اللي هو 10 و20 والكلام ده، لا، انت بتكبسي الشعراية، الخصلة في ايديكي، انت شايفة هي محتاجة ايه، محتاجة كبس كتير، محتاجة كبس قليل. فمحدش يقول لي في الكومنتات انت بتكبسي كام كبسة، لان كل شعر مختلف عن التاني. ما تحكميش خالص على الكبس بتاعي او الكبس بتاع غيري. انت الشعرايه قدامك وشايفه ايه الشعرايه محتاجه ايه ومش محتاجه ايه. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، انا ما بكبسش كتير خالص. لو عديتوا عدد الكبسات عدوا هنا كده، ادي 1 2 3 4 كبسات سريعه. انا مش مسرعه الكاميرا، مش مسرعه التصوير خالص، لا انا واخده التصوير هادي عشان اوريكم انا بعمل ايه. طبعا الشعر مفروض من ورا لان هي كانت عامله من فتره، بس طبعا عشان بقالنا فتره بنغسله بكلير، فبالتالي الاطراف باظت وبانت ان هي مش مفروده، لكن هي في الحقيقه كانت مفروده. في الحاله دي انا بحط ماده على الشعر كله، وبالتالي بكبس على الشعر كله، بس بدي زياده شويه للجذور اللي هي مكسره قوي. يعني انتوا لو شايفين الخصله اللي هي لسه ما مسكتهاش بالمكوه قدامكم دي، الخصله دي مكسره من فوق بس مفروده من تحت. وبشتغل عادي جدا يم الودان وكده. فعشان البنات اللي بتخاف، لا اشتغلي عادي، ارفعي الشعريه لفوق واشتغلي بالمكوه، بس اهم حاجه ما توقفيش المكوه على الشعريه. لا، هي العميله دي بتخاف جدا من المكوه، زي ما انتم شايفين تحرك دماغها على طول، لان بتبص في المرايه قدامها فبتشوف اتجاه المكوه فين، فبتحرك دماغها. فانا دايما طول ما انا شغاله اقول لها غمضي، ما تبصيش لنفسك في المرايه، علشان هي بتشوف اتجاه المكوه، وممكن انا المكوه تخني واروح الاسعاها في الفروه او عامله فيها اي حاجه. طبعا زي ما انتم شايفين يا بنات الكبس، انا ببعد عن الفروه برضو، يعني ما بقفش على الفروه بالمكوه، بس بكبس عادي، يعني بكبسها كويس جدا، مفيش مشكله. حتى لو تلاحظي الجذور هي نفس لون الشعرايه كلها واحد، لكن الجذور مش غامقه مثلا فانت ما كبستيش كويس فالباقي مفرود والجذور تطلع معاكي بايظ. لا، اكبسي كويس بس ما تقفيش على الفروه. يعني خليكي مركزه قوي وانت شغاله في الخصله ان انت ما تقفيش على الفروه. طول ما انت ما بتقفيش على الفروه خلاص انت بالفعل مش هتحرقي الفروه، زي ما انت شايفه كده اهو. وبتنزلي على المكوه بقى بتعوجيها لجوه عشان التقصيفه بتاعت الشعريه تروح معاكي، عشان لما تيجي تغسلي ما تلاقيش الشعرايه ناشفه وواقفه ومقصفه من الاطراف بعد ما تخلصي كبس والغسيل. طبعا يا بنات العميله لازم تكون غاسله طبعا كويس قبلها. لو حصل لا قدر الله وطلع معاكي اي ديفو ما تتضايقش خالص. انتي بتريحي العميله 3-4 ايام، وبتجيبي العميله وبتحط لها ماده، بس بتزودي يمكن شويه ترميمات شويه، عشان ما ينفعش نحط مثلا بروتين او ماده فرد لوحدها في القعده. فبنفضل ان احنا نحط ماده مع ماده ترميميه، ومع الترميم ده وتحطي على الاماكن المكسره تغسلي بشامبو العنايه. لو عندك ديفوهات في الشعر بيتغسل بشامبو العنايه بس، مش بيتغسل بكلارافاينج، بيتغسل بشامبو العنايه. بعد ما يتغسل بشامبو العنايه بتنشفي الشعر طبعا، وبتحطي على الاماكن المكسره، وبتسيبي الشعر ساعه يرتاح، وبعدين بتشطفي او ما تشطفيش براحتك نص، وبعدين تكبسي كبسه. يعني الكبس عادي على الاماكن المكسره عادي جدا، كانك بتكبسي بروتين عادي جدا. هتلاقي الشعريه معاكي اتفردت، والشعر لما تغسليه هتلاقيه كويس جدا ومفيش اي حاجه.
الشعر العميله كلمتني يا نوسه وبتقول لي شعري بيتقطم. شعرها بيتقطم ليه؟ اكيد ما بتستخدمش مجموعه عنايه. طيب بتستخدم مجموعه عنايه، يبقى كده في حاجه غلط، يبقى كده في درجه حراره كانت عاليه، في ماده ما كانتش مناسبه للشعر. في الحاله دي بتجيب العميله وبتجيب لها وبتستخدم لها جلسه ترميم على البارد، بتحط لها ترميمات، بتستخدم لها بيور كولاجين بيعيد روابط الشعريه تاني اللي هي اصلا بتتكسر دي. بتلاقي التقطيم قل جدا، وبتلاقي الدنيا ظبطت معاها نوعا ما. طبعا العميلة لازم تستخدم مجموعة عناية في البيت، لازم مجموعة عناية في البيت. طيب انا شعري بينزل بطوله بعد ما عملت البروتين، اعمل ايه؟ لا، تشوفي الاول لو انتي لسه عاملة يبقى في مشكلة. لو مثلا قعدت فترة وده حصل معاكي، ممكن جدا يكون حصل عندك انيميا، نقص فيتامين معين، كل الكلام ده. تمام. بعد كده لو لقيتي ان التحاليل بتاعت حضرتك كويسة، ممكن ترجعي للمتخصصة. في جلسات إنبات كويسة جدا جدا بنعملها، في جلسات ديرمابين، في جلسات ميزوثيرابي، في حاجات كويسة جدا بتتعمل دلوقتي مع البنات، وما شاء الله الناس كلها اتقدمت، والمواد كلها اتغيرت، والمواد كلها اتجددت. يعني كل حاجة بقت كويسة والمواد كلها ما بقتش زي الأول. يعني خوف الناس من البروتين ما بقاش موجود. انا هنا كنت خلصت كبس، هنغسل مع بعض واوريكم الشعر بقى عامل ازاي وشكله بقى عامل ازاي في النهاية خالص، واوريكم برضو الغسيل عامل ازاي اللي هو سبب اللمعة. طبعا سبت شعر العميلة يبرد حوالي ربع ساعة، وابتديت ان انا اغسل لها بشامبو العناية. المفروض ان المجموعة تكون شامبو زيرو صوديوم وزيرو سلفات. انت كمتخصصة لازم يكون عندك مجموعة من دي، ما ينفعش تغسلي بكلارافاينج، هتلاقي الشعر معاكي فتح خالص، ممكن يطلع معاكي ديفوهات. لو انت ما اصلا الشعر ما فيهوش اي ديفوهات، ممكن ده يطلع معاكي ديفوهات. فلازم تستخدمي مجموعه عنايه زيرو صوديوم وزيرو سلفات. الغسيل زي ما انت شايفاني كده، انا بغسل كاني بغسل قبل العمايل، ده اللي بيخلي الشعر يبان لمعته ويبان جماله ويبان فلافي ومش ملزق. تمام. لازم تغسلي كويس قوي وتتاكدي ان الفروه نطفت تماما من اي ماده، علشان لا قدر الله الفروه ما تتحسس وتعمل بعد كده قشره، او تعمل اي حساسيه في الشعر، او تعمل حكه، او تعمل اي ضرر للشعرايه، او تسبب تساقط بعد كده. كدي من الغسيل كويس قوي قوي قوي. اغسلي العميله عندك، نضفي شعرها قوي، وبعدين هناخد العميله دلوقتي وننشف قدامكم، ووريكم التنشيف برضو شكله ايه. انا ماشيه معاكم واحده واحده. معلش انا اسفه صوت تعبان والله، بس انا غصب عني والله، انا بس عايزه اطلع لكم عشان ما تنسوش الشغل. هنا خدت العميله اهو، هنشف لها باستشوار هواء بارد، لازم هواء بارد، عشان انتي دلوقتي كنت شغاله بمكوه سخنه جدا، فبالتالي انتي غسلت الشعر بميه بارده، فترجعي تعملي باستشوار هوا سخن، ده هيسبب تقطيم معاكي في الشعرايه، خلي الشعرايه تتقطم فيما بعد. وده بيكون سبب المتخصصه ما بتبقاش عارفاه، لما العميله تكلمها وتقول لها انا عندي تقطيم. الشفي باستشوار هوا بارد، خدي وقتك، ما تستعجليش، ما تمشيش العميله شعرها مبلول، ما تصوريش العميله وشعرها مبلول، لانه مش بيديكي ربع النتيجه اللي هو المفروض عليها. يعني ممكن يكون الشعر كويس قوي 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 وانت تصوريه مبلول، فالناس تاخد بالها ان ده شعر ملزق. لا، احنا بنشوف شعر احلى كده، في لمعه، في طريان كده. طول ما انت بتنشفي، طول ما اللمعه دي بتبان، طول ما انت شغاله بالاستشوار هوا بارد، طول ما اللمعه بتاعته بتبان، طول ما لو في ديفو بيبان. انت يهمك اصلا ان انت تشوفي العميله دي شعرها عامل ازاي، في ديفو ولا لا. لا، الموضوع مش موضوع ان العميله هتمشي وخلاص، لا، العميله ممكن تروح تلاقي في شعرها ديفو تكلمك، فانت اصلا بتبقي خايفه وقلقانه من اتصال العميله. فليه تحطي نفسك كده؟ او ليه تحطي نفسك في التوتر ده؟ طب ما تنشفي، هتاخدي شويه وقت بس هترتاحي، على الاقل هتقعدي مرتاحه بعد ما تخلصي جلستك، هتحسي ان انت انجزتي. شعر طالع كويس، شعر ما فيهوش مشكله، شعر ما فيهوش ديفوهات زي ما انتوا شايفين. دي كانت نتيجه الشعر معايا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. انا طبعا يمكن التصوير مش ظابط النهارده برضو، لان انا والله ربنا وحده العالم بيا انا صورت ازاي. عايزه دعواتكم ليا بالشفاء العاجل، وعايزاكم تدعموني، واللي عجبه القناه يشترك ويفعل زر الجرس.
مستنيه ارائكم. واسفه ان انا ما بردش على الكومنتات، لان انا كنت تعبانه جدا والله، ويمكن في رسائل على الواتس برضو. انا اسفه، ما تزعلوش. ان شاء الله اصحى وابقى كويسه وارد على كل تليفوناتكم وارد على كل الكومنتات. دمتم بخير. سلام.